انت بص هقول قليلا لحضرتك ان يعني حاجه، يستفزوك مش بيستفزني، مش مساله فانت يستفزني تضطر يا ان ابو تتكلم العباس، كلام شعبي. مش مساله تفضل. يستفزني يا ابو العباس. يعني انا دلوقتي لو مسكنا الشخصيه بتاعت علي بن ابي طالب في كتب الشيعه، والشخصيه بتاعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في كتب السنه، تمام، هنلاقي نعم الفرق والبون شاسع جدا 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 جدا. يعني مثلا اديك مثال يا ابو العباس، انت راجل شيعي دلوقتي، نعم مش انا هقول اللفظ ده بس والله هو انا ما اقصده، ولكن لكبر حجم المساله فانا هتلفظه. انا اتحدى تفضل. جميع الشيعه ان ياتوا بفضيله واحده لعلي الشيعه، فضيله واحده. نعم. فضيله واحده، اذكر لي فضيله واحده فضيلة. ليه. اكو فضيلة ليش؟ اعطيك واحدة. اه في غزوة خيبر قال: لا أعطين الراية غدا لرجل كرار غيفغار يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا الشخص الله يحبه انا اول وهو واحد، يحب انا الله، اقول لك ورسول حاجه الله وانا يحبه وهو اشهد، يحب رسول معلش الله. معلش، هاي وانا فضيلة لو اشهد، مو فضيلة؟ واحده واحده، انت افهمتني، وانا اشهد انها فضيله. تعرف فضيله ليه؟ مشتركة عندكم وعندنا. لا يا باشا، دي عندنا اساسها، عندنا أساسها عندكم. اساسها عندنا يا باشا. فدي فضيله، هي لا انا هاي عايز من الفضيلة عندكم هسه انتم. يعني من عندنا، يعني احنا نختص اه من بها وانتم عندكم انتم ما. حضرتك. يعني مثلا قتل عمرو بن ود ها. فضيله ولا مش فضيله؟ فضيلة. لا مش فضيله. ليش؟ عندما يقول النبي: خرج الإيمان كله إلى ده الشرك عندنا، كله. ده عندنا، ما هاي مو تتكلمش باللي فضيلة؟ عندنا، انا بكلمك باللي عندك. اقول لك قول لي ليه مش فضيله، اسالني قول لي ليه مش فضيله. ليش؟ ما هي الفضيله؟ لماذا قتل عمرو بن ود ليس بفضيلة؟ اقول تفضل. لك عندكم ككتب الشيعة ما هي الفضيله؟ ان انا اطلع لواحد وانا عارف ان انا هقتله ولن يمسني اي سوء، وعارف كل ده قبل ما اطلع اقتله فاقتله. ايه الفضيله في كده؟ زين، هو بس علي يدري؟ لو كل الصحابة يدرون عمرو بن ود راح ينقتل. لا لا لا، الصحابه ما يعرفوا ان هو هينقتل، ما يعرفوا. ما يعرفوا. الصحابه لماذا بشر. لم يظهر أحد من الصحابة لا انت عندما بص، انت ناداهم دخلت في عمرو بن قضيه ود؟ تانية، بص انت دخلت في قضيه تانية ومش هسمح اترك لك. اترك اترك، لماذا يلا لم اترك يخرج اترك اترك الصحابه لقتاله؟ لا دي مش قضيتنا، قضيتنا الفضيله. اترك. يعني ما هي الفضيله؟ ما هي الفضيله؟ الفضيلة. ما هي الفضيله في ان انا ابقى مثلا عارف ان نعم. انا لن اقتل وانام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الفضيله؟ ايه الفضيله؟ طب ما انا عارف ان انا مش هتقتل، يبقى ايه الفضيله اساسا؟ ان انا نايم وانا عارف ان انا مش هتقتل، ايه الفضيله؟ يعني هسه تريد ماكو فضائل لعلي عندنا؟ ايوه بمنهجكم انتم مفيش فضيله. ايه الفضيله؟ قول لي، خلينا نتكلم كلام عقلي بعيد عن الدين. ايه الفضيله في كده ان انا اروح انام في فراش النبي وانا عارف ان انا مش هتقتل؟ ايه الفضيله في كده؟ أنا لو أردت أن أتكلم بنفس لغتك لأسحبت كل الفضائل عن الصحابة. لا الصحابه لا ما بيعرفوش لو الغيب، أتكلم ما بنفس يعرفوا لغتك. الغيب، الصحابه ما يعرفوا الغيب، فبيخافوا. ممكن يحصل قتال ما بينهم، ممكن يحصل اي حاجه لانهم في الاخر بشر. لكن انا بسالك انت الشيخ ليه دايما وليد. يا ابو العباس، ليه دايما يا ابو نعم. العباس بتحاول تخالف عقلك مع انك انسان ذكي؟ بس انا بحس ان انت بتخالف عقلك إيه تعمدا وتعنتا وعنادا. والا انا سالتك سؤال، يعني مثلا دلوقتي لو نيمنا عمر بن الخطاب مكان النبي، تمام، عمر بن الخطاب نعم. نايم وعارف ان هو ممكن يموت في اي لحظه، صح؟ نايم وعارف نعم. انه ممكن يموت في اي لحظه. طب لو استبدلنا عمر بعلي الشيعه ونيمناه مطرح النبي، علي الشيعه عارف انه لن يقتل، يبقى من اميز؟ والفضيله لمن؟ لعمر بن الخطاب ولا لعلي؟ لا، للذي لا يعلم أنه سيقتل وسيعيش بس ما الفضيلة، هو ده وهي اللي لعمر بنتكلم كما عليه، تفضلت هو ده اللي بالمثال. بنتكلم عليه. طيب نعم. انا وقعتك بقى وانت مش واخد بالك. أنت دائما توقعني، دوم تعطيني بومبات. بس عادي، جاي أتعلم منهن، عادي عادي. جميل قوي. تفضل. اذا كان علي رضي الله عنه وارضاه عندكم
يعلم جميع الغيب، فلماذا لم يخترع حدود فلماذا لم يخترع والله نسيتها سبحان الله. لماذا لم يخترع حلول بذكائه وفطنته وعلمه للغيب لكي يعلم الناس بالخلافة بدون أن يشعر الصحابة. يعني دلوقتي أنا راجل لو ربنا عطاني أوبشن علم الغيب، لو جالي أبو بكر من الشارع ده هروح له من الشارع التاني وأقول أنا الخليفة، لو جالي عمر من الشارع ده هاخد الشارع الأوسط وأقول أنا الخليفة، لو الاتنين طلعوا لي مرة واحدة هقدر لأني أعلم الغيب، عارف تفكيرهم من قبل ما يفكروا. ليه ما حطش حلول للخلافة؟ اتفضل. خو ما تزعل مني. لا مش هزعل. عندما النبي يعني لا تقول لي غيرت الموضوع، ارجع لك لنفس السؤال، ولكن اتكلم بما انت تلزمني، يعني راح اتكلم مثل لغتك. الرسول صلى الله عليه واله عندما خاطب نسائه وقال ايتكن تنبحها كلاب الحوأب، ايتكن تنبحها كلاب الحوأب. والسيدة عائشة ذكرت في البصرة، قال ما اسم هذا الوادي؟ قالت الحوأب، قال ارجعوني ارجعوني، ذكرت حديث النبي. لماذا النبي لم ينهها؟ يعني وهو يعلم انها ستخرج الى البصرة وتحدث حدث ما حدث، لماذا لم ينهاها النبي؟ معلش يعني هيمنعها من شيء ازاي وهو مش هيبقى موجود فيه؟ يعني هو كيف علم انه هناك كلاب اجلكم الله، هناك كلاب في منطقه الحوأب سوف تنبح؟ شفت انت بقى خلعت من المسائل ازاي؟ ولكن في فرق النبي. يا استاذ ما بيها شيء. اولا ان انت رحت بعيد عن الموضوع. اولا الحادثه لن تكون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احد من السنه، اسمعني بس، لم يقل أحد من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع عليه الغيب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو لا يعلم جميع الغيب. نحن لا نقول بذلك، يعني نحن لا نقول بأنه لا يعلم جميع الغيب، ولا نقول بأنه يعلم جميع الغيب. لاحظ، نحن لا نقول بأنه لا يعلم جميع الغيب، ولا نقول بأنه يعلم جميع الغيب. نحن نقول أن هناك بعض من علوم الغيب أعلمه الله عز وجل بها، ولكن ليس الغيب المطلق، ليس الغيب المطلق. طيب الحادثة ديت هل حدثت في عصر النبي ولا بعد النبي؟ هتقول لي بعد النبي. بعد النبي. فهنا المثال خطأ بتاعك أساسا، لأن أنت المفروض تضرب لي مثال بوجود النبي، يعني في زمن النبي، في زمن النبي. يعني دلوقتي أنت مثلا لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ستكسر رباعيته في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق كما يدعي الشيعة، أليس هذا مخالف لقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ مخالف. تمام؟ ظاهريا مخالف. لا مش ظاهريا، أنت ظاهريا وباطنيا كمان. احنا عندنا القرآن بالظاهر وليس بالباطن، ما عندناش حاجة اسمها باطن في القرآن. تمام؟ فهنا دلوقتي هناك وما يعلم، اسمعني بس، يعلم تأويله إلا الله. لا حول. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تمام؟ ولا يعلم تأويله إلا الله. طب إلا الله إيش دخل الأئمة في الموضوع؟ يا أستاذ خليك ذكي، ما تروح مثال بعيد. ولكن نرجع لمثال علي بن أبي طالب تاني رضي الله عنه وارضاه. إذا كان علي بن أبي طالب يعلم الغيب فعنده الحلول. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم جميع الغيب ومع ذلك عنده حلول. إيه الحلول اللي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما اضطهد في مكة؟ هاجر إلى المدينة، جعل أصحابه يهاجروا إلى الحبشة، ففي حلول. فعلي بن أبي طالب بعلمه للغيب لم يستعمل ولا حل واحد. فعايزني أصدقكم أساسا إزاي أنه يعلم الغيب وما استعملش وما فكرش في حل واحد؟ يعني أنا لو مكان علي بن أبي طالب وعندي الإمكانيات ديت، ده أنا أحتل أمريكا وربي، ده أنا أحتل أمريكا. لا أمريكا إيه؟ ده أنا أحتل أمريكا على الصين على روسيا كمان. ده أنا يا ابني عالم الغيب، يعني أنا عارف هم هيعملوا إيه من قبل ما يعملوه. أنت وليد إسماعيل ولا الإسكندر؟